السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله غادي نصوبوا طاجين د الحوت. فبالنسبة للمكونات عندنا هنايا نوع من الحوت اللي كنقوه، يعني كنحيدو ديك المصارن وكل شيء كنقيوه، كنفلحوه، كنحيدو له حتى الشكامه، كنغسلوه كنفلحوه. هنا عندي الكرافس، بالنسبة عندي الملحه، بالنسبة للعطرية عندي الخرقوم، الكمون، القزبر يابس، التحميرة والابزار. عندي القزبر المعدنوس مقطعين، عندي تومه محكوكه، عندي زيت الزيتون، عندي كبار، مطيشه اللي مقطعه دوائر، خيزو مقطع دوائر، بطاطا مقطعه دوائر، ورقه سيدنا موسى اولا ورقه الغار. هنا عندي فلفله حاره اللي ديجا مجمداها، وعندي فلافل هنا فلفله خضراء مقطعه دوائر، حتى هي ملي كتكون عندي بكميه كثيره فكنقطعها وكنديرها في المجمد. بالنسبه للمكونات هما هادو. فغادي ندوزو ان شاء الله باش نوجدوا العطريه ديال هاد الطاجين. كندير الثومه، هنا غندير الربيع وغنخلي منه واحد شويه اللي غادي نديروه في الاخير ديال الطاجين. بالنسبه للعطريه هنا عندي الخرقوم بلدي مطحون. بالنسبه للعطريه كتبقى على قياس الحوت اللي عندكم، نتوما كتقللوا اولا كتكثروا. هنا عندي الكمونه بلديه مطحونه، فالحوت كيف ما معروف كيبغي تحميره، كيبغي القزبر يابس، كيبغي الكمون بلدي. هنا القزبر يابس مطحون. بالنسبه للابزار ما نكثروش منه، كندير تقريبا واحد راس معلقه ما كاملاش ديال الابزار. والتحميره الملحه على حسب الذوق. فانا الملحه كنستعمل الملحه ديال البحر، كنجيبها كنسخنها في المقله يعني حتى كتسخن، ومن بعد كنطحنها في الطحانه صافي، وكنبدا يعني كنصاوب بها الاطباق ديالي اليوميه. هنا كندير واحد الكميه ديال زيت الزيتون، اللي ما عندوش زيت الزيتون يدير زيت نباتيه، غير هو انا في الحوت كنفضل على انني ندير زيت الزيتون. هنا غندير واحد تقريبا واحد نص كاس ديال الماء باش نخلط هاد الماغينات. هنا كنحاول انني نيقم الحوت، ندخل ديك اللقامه في هذوك الفتيحات اللي درت في الحوته، ندخلها لداخل ديال الحوته في الراس ديال الحوته، باش كتجي هاد الحوت كيجي بنين وكيجي ميقم ومشرب ديك اللقامه. هنا فغادي نيقم هاد الحوت وغادي نخليه مده ربع ساعه. اللي عنده الوقت الكافي ممكن انه يخليه نص ساعه حتى لساعه ديال الوقت، وهو يعني يبقى مرقد في هاد اللقامه. اول حاجه غنبدا فيها في الطاجين وهو الكرافس. كاين اللي كاين اللي كيفرش دوائر ديال البصله، كاين اللي كيفرش دوائر ديال المطيشه، كاين اللي كيفرش العويدات ديال القزبر المعدنوس. فانا هنا درت الكرافس اللي درتو وريقات وحتى العويدات ديالو. غادي نقاد هنايا خيزو دوائر. علاش كنصبغ خيزو؟ لانه خيزو شويه كيشد ليا الطياب، فخيزو كيشد الطياب على البطاطا، فغنصبغو خيزو هو الاول، عاد غنحطو فوق منه البطاطا.
صافي من بعد ما قديت خيزو فغادي نصفف هذيك البطاطا فوق خيزو. هنا بالنسبه للدوائر حاولوا انكم ما ديروش غلاط بزاف، يعني مثلا دابا خيزو تقطعوه رقيقين، ديروه دوائر رقيقه والبطاطا ديروها شويه شويه غليظه، يعني ما تجيش رقيقه بزاف، باش ملي كيطيب لينا خيزو والبطاطا فكيطيبوا طياب واحد، يعني ماشي طيب بطاطا ويبقى خيزو شويه مع نزز. فخيزو نقطعوه يكون تقطيعات اللي هما رقاقين، والبطاطا نديروها شويه شويه غليظه على القياس ديال خيزو، باش ملي يطيبوا بجوج يعني في نفس الوقت. دابا غندير هذوك الحوتات. كان عندي واحد الطواجن صغيور اللي هو عزلته بوحدو، درت فيه حوته، وبالنسبه لدوك 3 الحوتات اللي بقاو غادي نديرهم في الطاجين الكبير. غنستف هذيك مطيشه دوائر، غنستفها في الطاجين. هنا ملي غنديروا ريقه سيدنا موسى، الا كانت عندكم عويدات ديال اليازير اولا عود ديال الزعتر يمكن لكم تضيفوا، انا كنضيفهم غير ما تواجدوش عندي، ما توفروش، داكشي علاش ما درتهمش، كيعطيو واحد البنه زوينه لهاد الحوت للطاجين. هنا غادي نستف هذوك الدوائر ديال المطيشه. هنا درت غير كركوبه وحده ديال المطيشه اللي قطعتها دوائر، يعني كانت عندي واحد المطيشه كبيره قطعتها دوائر. كذلك مثل بالنسبه الفلفله هنا ملي كتكون عندي متوفره سواء الخضراء ولا الحمراء ولا الصفراء بزايد، فكنقطع منها دوائر كنحطهم في الكونجيلاتور، اولا كنقطع منهم كميه تتكون مكعبات صغيره اللي غنبغيها للتشحار. بعض الخضرات كنديرها طويله، اولا بحال الخضره كنشويها حتى هي وكنحطها في المجمد، يعني كنقشرها وكنحطها في المجمد مني كنبغي، كتجيني سهله في الخدمه ديالها، لان كتعرفوا الفلفله ما كتصبرش في الطياب ديالها. هنا درت واحد الفلفله حاره، حتى الفلفله حاره داكشي اللي كندير لها، يعني كتكون عندي كميه كثيره كنرقد منها، وكتبقى عندي واحد الكميه كنجمعها في بلاستيكه وكنحطها في المجمد، كتبقى هي صراحه ملي كنجبدها راني كنحطها كنزين بها تقريبا غير الطواجن، والمرقده راني كنحطها مع الحوت مقلي ولا مهم، اولا كنستعملها في زعلوكه ديال الدنجال. هنا درت الكبار اللي عنده الزيتون حمر ممكن حتى هو يضيفه، ولا الزيتون خضر، ولكن زيتون حمر كيتواتى بزاف مع الطواجن د الحوت. هنا بالنسبه للعطريه اللي بقات، ديك الماغيناد اللي بقات ليا غنزيد فيها شويه ديال الماء صافي، وغادي نكبو فوق الطاجين. هنا راه ما غنزيدش ماء اخر، صافي هذا القياس اللي عندي هو اللي غيبقى، يعني ما غنزيدش ماء على الطاجين. هاد البليله اللي بقات هي اللي غيطيب فيها الطاجين. فكيف ما شفتوا انا درت في الطاجين الكبير، ودرت واحد شويه خليته باش نديرو فوق الطاجين الصغير. هنا كيف ما قلت لكم انا كنت استعملت الكبار، لانه صراحه الكبار كيجي زوين في الحوت، كيجي حتى في سلطه مطيشه، كيجي رائع في الاطباق ديال الحوت وفي السلطه ديال المطيشه. حتى الكبار حتى هو زوين ومفيد، وبالخصوص فوقت يعني فوق الشتوى. ما درتش الزيتون لانه حتى هو ما كانش متوفر عندي، فعوضته بالكبار. هنا درت تقطيعات ديال الحامض، راكم عارفين الحوت كيتواتى معاه الحامض والحار. صافي داك الربيع اللي خليت شويه غنديرو من الفوق، وغندير الطاجين فوق النار يطيب على نار مهيله، يطيب على خاطرو، ما نجهدوش العافيه، نخلوه على نار مهيله بحال الشمعه، ونخلوه يطيب على خاطرو حتى يطيب ويتعسل لينا هاد الطاجين. واخر حاجه غنعاود نزيدها هو انني كنزيد واحد الخويط ديال زيت الزيتون من الفوق ديال الطاجين. كيف ما قلت لكم صافي غنحطوه فوق النار على نار مهيله حتى يطيب على خاطرو. نتلاقاو باش نشوفوا ان شاء الله الشكل النهائي. بالنسبه للطاجين هو هذا وجد، كنتمنى انه يعجبكم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، بالصحه والراحه، ودمتم في رعايه الله، والى فيديو قادم ان شاء الله.